الوداد نحو إنجاز عربي جديد في كأس العالم للأندية فيفا 2025. سيتواجد نادي الوداد البيضاوي المغربي بين الفرق التي ستمثل المغرب وقارة إفريقيا في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية فيفا، والتي ستقام عام 2025. النادي الذي سيشارك بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا في عام 2022 يستعد للمشاركة في حدث عالمي كبير يمكنه من خلاله تحقيق إنجاز استثنائي في تاريخ العرب، مستكملا نجاحات منتخبات وأندية المغرب على المستوى القاري والدولي في السنوات الأخيرة. وهنا نستعرض رحلة تأهل أحد أبرز الأندية العربية والنادي المغربي الأكثر نجاحا على المستوى القاري للبطولة الجديدة، مع تسليط الضوء على أبرز إنجازاته وأساطيره عبر العصور. كيف تأهل وحقق نادي الوداد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه عام 2022، وهو اللقب الذي ضمن له التأهل رسميا إلى بطولة كأس العالم للأندية فيفا 2025، والذي أعاده للتربع على عرش القارة السمراء بعد غياب ل5 سنوات منذ آخر لقب له في 2017. الوداد لعب المباراة النهائية للبطولة على أرضه، إذ استضاف مركب محمد الخامس المواجهة الكبرى أمام الأهلي المصري، وتغلب فيها وداد الأمة على غريمه بطل إفريقيا التاريخي بهدفين مقابل لا شيء. وجاء الهدفان بتوقيع زهير المترجي الذي قدم مباراة استثنائية. الوداد عاد لتكرار النهائي ذاته في العام التالي أمام الأهلي، ولكنه خسر هذه المرة ليكتفي بالوصافة، ولكن ذلك لم يمنعه من التأهل إلى البطولة المرتقبة في 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، بصفته واحد من بين أنجح أندية إفريقيا على مدار السنوات ال5 السابقة للبطولة. تفاصيل عن النادي: سنة التأسيس 1937، الملعب مركب محمد الخامس، الكنية وداد الأمة، القلعة الحمراء. تاريخ النادي: تأسس النادي المغربي العريق في مدينة الدار البيضاء في 8 مايو عام 1933 على يد 7 أشخاص، منهم المؤسس محمد بن جلون التويمي، وكانوا جميعا من أصحاب الجنسية المغربية، مما ساهم في اعتبار النادي وداد الأمة ممثلا عن كرة القدم المغربية منذ تأسيسه وحتى الآن. ويمتلك النادي تاريخا حافلا من النجاحات والألقاب محليا وقاريا، إذ يعد النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في المغرب والأكثر تتويجا بالألقاب المحلية والقارية في إفريقيا خلال القرن العشرين، حيث يمتلك الوداد الرقم القياسي في تحقيق لقب الدوري المغربي برصيد 22 لقبا، كما حصل على كأس العرش 9 مرات وكأس السوبر 16 مرة. وعلى مستوى التتويجات القارية، حقق النادي لقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الإفريقي مرة واحدة، وكأس الكؤوس الإفريقية مرة واحدة، والكأس الأفرو آسيوية للأندية مرة واحدة، وكأس الملك محمد الخامس كذلك مرة، وبطولة شمال إفريقيا 3 مرات، وكأس إفريقيا الشمالية مرة. وإن سألوك عن جمهور الوداد فقل امدح حتى ينتهي المداد. أساطير النادي: يعد الحارس الدولي المغربي أحد أبرز أساطير الكرة المغربية بشكل عام، ذو ساهم عبر سنوات احترافه في العديد من الإنجازات والألقاب لنادي الوداد، وكذلك لأسود الأطلس الزاكي، من مواليد 1959 ولعب للوداد منذ 1972 إلى 1989، إذ شارك في 43 مباراة مع الفريق قبل أن يرحل إلى الدوري الإسباني من بوابة ريال مايوركا. وخلال تلك الرحلة حقق أسطورة الحراسة المغربية لقب الدورة المغربة مرتين في 1978 و1986، وكأس العرش 3 مرات أعوام 1978 و1979 و1988، وكأس محمد الخامس مرة واحدة عام 1979.